ازاي بقى تذاكر الملاحظات بتاعتك؟ يعني انت بقى خلاص كتبت الملاحظات بقى بالطريقه المناسبه ليك اللي تساعدك ان انت بعد كده تذاكرها. فازاي بقى انت تذاكر الملاحظات بعد كده؟ طبعا يفضل افضل وقت تذاكر فيه الملاحظات اللي هو الوقت اللي بعد ما تخلص المحاضره على طول. يعني لو انت مثلا حضرت كورس معين في كليه معينه وكتبت الملاحظات بتاعتك، يبقى افضل وقت تذاكر فيه الملاحظات دي اول ما تروح البيت او تاني يوم بالكثير. وقتها بقى بتجيب الملاحظات بتاعتك ايا كانت الطريقه اللي انت استخدمتها في كتابه الملاحظات، وانت بقى تعدي على الكلام كله وتختار بقى تطلع من الكلام اللي انت بتشوفه ده اللي هي الكلمات الرئيسيه او اللي احنا ممكن نسميها الكي ووردز، وتكتبها بقى في ورقه خارجيه تانية، ورقه كبيره ورقه صغيره زي ما انت عايز. بعد كده بقى كل كلمه من الكلمات دي تسترجع معلوماتك المرتبطه بيها. وليكن مثلا انت بتتكلم عن حضرت مثلا درس في التاريخ، فكنت بتتكلم من ضمن الحاجات اللي اخدتها في الدرس الحمله الفرنسيه مثلا. لما ترجع بقى البيت وتكتب بقى هتلاقي من ضمن الحاجات اللي انت تكتبها في الملاحظات بتاعتك اكيد كاتب الحمله الفرنسيه. فتشوف بقى تطلع كلمه الحمله الفرنسيه دي هي تبقى الكلمه الرئيسيه وتكتبها في ورقه خارجيه وتسترجع بقى معلوماتك المرتبطه فيها. مثلا الحمله الفرنسيه مش عارف كانت سنه كذا واستمرت لثلاث سنين مثلا، واهم احداثها واحد اتنين تلاته وهكذا. بعض بقى الكلمات الرئيسيه لما انت تكتبها هتلاحظ نفسك يعني مش قادر تسترجع المعلومات كلها المرتبطه بيها. وقتها تروح كل اللي تعمله ساعتها انك تعلم على الكلمه دي. بعد شويه بعد ما تخلص بقى كل قرايه الملاحظات بتاعتك كلها، يبقى عندك ورقه تانية فيها الكي ووردز او الكلمات الرئيسيه، من ضمنها حاجات انت تكون معلم عليها صح اللي انت عرفت تسترجعها، والحاجات التانية تكون معلم عليها مثلا بهايلايتر او عامل عليها اي علامه عشان تعرف ان الحاجات دي انت محتاج تذاكرها مره تاني. وقتها بقى الحاجات دي يا اما تقراها تاني من الكتاب، تسال حد زميلك، تسال المدرس او المحاضر اللي كان بيدرسها لك وهكذا. الطريقه دي لو انت مستمر عليها على طول هيبقى هتلاحظ ان اي حاجه انت بتتعلمها هتقدر تستوعبها وتبقى ثابته في ذاكرتك لاطول فتره ممكنه.